على مدار سنين كتيرة قناة لوكال 58 تعرضت لكمية اختراقات مرعبة في البث الأنالوج بتاعها، اللي يعتبر قدر يخلي عدد كبير من الناس تخش في حالة رعب نفسي بسبب الرسائل أو المناظر المرعبة اللي كانت بتظهر في الاختراقات دي. بس زي ما عرفنا في الجزء اللي فات إن لحسن الحظ القناة خدت أول خطوة لحماية البث بتاعها من الاختراقات المرعبة دي، وهي خطوة تحويل البث من الأنالوج سهل الاختراق للديجيتال اللي يعتبر صعب جدا في اختراقه. بس للأسف اللي حصل ده استفز الكيان الشيطاني المجهول ده اللي موجود على القمر وأتباعه اللي بيقدسوه، واللي كانوا دايما بيتسببوا في حدوث الاختراقات المرعبة دي، واللي في النهاية وجهوا الرسالة الأخيرة ليهم في نبرة تهديد مباشرة للمشاهدين عن عدم استسلامهم رغم تحويل البث للديجيتال. وفي الفيديو ده هنكمل الأحداث اللي حصلت بعد خطوة تحويل البث ده، وهنعرف ازاي الكيان الغريب ده وأتباعه هيقدروا يكملوا مهمتهم المرعبة دي. ازيكم؟ انا عبد الله ودي قناه انفورميشن فور اول اللي بتتكلم عن كل ما هو غامض وغريب. قبل ما نبدا ما تنساش سماعتك وحاجه تاكلها او تشربها وانت بتتفرج، وما تنساش تصلي على النبي قبل ما نبتدي، ويلا نبدا الفيديو. بما اننا خلصنا الموسم الاول والثاني في قناه لوكال 58 واللي انتهوا بتغيير نوع البث، فكده هيتبقى لنا الموسم الثالث والاخير في القناه دي. بس قبل ما نبدا نتفرج على اول حلقه فيه لازم نشوف الاول الفيديو اللي نزل قبل نزول الموسم الثالث ده، وللظاهر كده انه عباره عن مهمه فضائيه عن الظاهر كده من اللي احنا شايفينه قدامنا ده ان ده عبارة عن عد تنازلي لبدء بث مباشر على قناة لوكال 58 من وكالة فضائية اسمها سارو لمهمة في الفضاء بيطلق عليها اسم كلوز، وده اختصار لجملة معناها بعثة الاستكشاف المداري والهبوط على المذنبات. واللي الظاهر كده ان المهمة الفضائية دي متجهة نحو مذنب او كويكب اسمه ايدولون، واللي تعتبر كلمة يونانية معناها الطيف او الشبح، واللي تم اكتشافه اول مرة في سنة 2006 زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعدها بنلاحظ ان البث بدأ يتعرض للمشاهدين، ولاحظنا ان احنا حاليا شايفين الكويكب ده من الكاميرا الخاصة بالمركبة الفضائية دي، واللي الظاهر كده اننا لسه على مسافة بعيدة جدا منه. وعلى الشمال بنلاحظ انهم عارضين محاكاة لشكل الكويكب، ومكتوب تحتها ان باقي حوالي 25 دقيقة على المركبة الفضائية دي على ما تقدر توصل لحد الكويكب ده وتهبط عليه. وعشان البث المباشر ده يعتبر مدته طويلة، فهضطر ان انا احلل لك المشاهد المهمة اللي حصلت في البث ده. بنلاحظ ان الوكالة الفضائية دي بدأت تزود المشاهد بمعلومات مبدئية عن الكويكب ده، زي انه تم اكتشافه في سنة 2006، بس كان صعب جدا عليهم انهم يحددوا تفاصيل سطحه بسبب دورانه السريع حوالين نفسه، وبسبب برضه انه بيعكس الضوء اللي بيقع عليه بشكل قوي. وبعدها بيعرفونا ان بسبب شكل الكويكب غير المنتظم ده، فالظل اللي عليه كان بيديه شكل غريب خلى الناس تسميه المذنب الجمجمة او الوجه في الفضاء. وهنا الموضوع يعتبر بدأ يدخل في الغرابة شوية، ولو ركزنا كويس على الكلام اللي مكتوب فوق على اليمين هنلاحظ ان دي عبارة عن بيانات مكتوبة عن الكويكب ده، بس انا عايزك تعرف حاجة معينة فيهم بس، وهي المعلومة اللي قدامنا دي، واللي معناها ان الحضيض الشمسي للكوكب ده بيساوي 1.01، وده يعتبر رقم يخليك تقلق شوية، لان قيمة الحضيض الشمسي بتاع الكويكب ده معناها ان اقرب نقطة هيكون فيها الكويكب ده قريب من الشمس تعتبر بتساوي نفس القيمة بتاعت الحضيض الشمسي الخاص بكوكب الارض بتاعنا. وده معناه ان غالبا الكويكب ده هيقرب بشكل كبير من المدار بتاع الكوكب بتاعنا، وده يمكن السبب اللي خلاهم يقرروا انهم يعملوا مهمة فضائية لاكتشاف سطح الكويكب ده. زي ما شفنا قدامنا كده، الوكالة الفضائية دي عرضت أول صورة تم تصويرها للكويكب الغريب ده، واللي كانت متصورة في سنة 2008 بواسطة مرصد اسمه أريسيبو، واللي يعتبر من أهم المراصد اللي كانت موجودة في العالم، واللي بنلاحظ فيها إن الكويكب ده فعلا يشبه شكل الجمجمة البشرية بسبب الظل اللي عليه. بس بعدها بتظهر لنا صورة تانية متصورة في سنة 2016 بواسطة واحدة هاوية لتصوير الفلك، واللي كان اسمها أنجيلا جيرهارت.
بس استنى، فاكر شفنا الاسم ده فين قبل كده؟ تعال اما افكرك. فاكر الفيديو اللي قدامك ده الفيديو اللي اتعرض فيه شريط فيديو متسرب لمبادرة ابحاث الفكر اللي كانوا بيحاولوا فيه ان هم يمحوا الاحلام من العقل الباطن، والشريط ده كان متوجه لشخص اسمه فيليب جيرهارت، وده معناه ان اللي صورت الصورة دي قد تكون اخت او زوجة الشخص اللي تمت عليه تجربة السيطرة على العقل اللي شفناها قبل كده، وده اللي هيخلينا نشك ونسأل عن ايه اللي خلاها تصور الكويكب ده. هل الشخص اللي اسمه فيليب ده واللي يعتبر دلوقتي مسيطر على عقله بواسطة مبادرة ابحاث غريبة اثر عليها وعلى عقلها هي كمان، وان الكويكب ده فيه حاجة غير منطقية وليه علاقة بالمخلوقات الغريبة دي، ولا دي مجرد صدفة وملهاش علاقة بأي حاجة وانها كانت مجرد واحدة هاوية لتصوير الفلك؟ وعموما اجابة السؤال ده هنعرفها برضه بشكل اوضح لو المركبة الفضائية دي قدرت تستكشف سطح الكويكب ده. بنلاحظ هنا صورة ثالثة متصورة في سنة 2017 واللي بنلاحظ فيها برضو إن شكل الكويكب يعتبر قريب جدا من شكل الجمجمة البشرية. بعدها بنشوف ان ظهر قدامنا تاني معلومات عن الكويكب ده، وان عادة الكويكبات اللي سطحها بيعكس الضوء بالقوة دي مش بتحتوي على عنصر الحديد وانما بتحتوي على سيليكات البيروكسين، وده معناه ان الكويكب ده قد يكون موجود من بداية تكوين النظام الشمسي بتاعنا. وبعدها بيعرفون ان الكويكب ده يعتبر متصنف تبع فئة آمور، وده معناه انه عبارة عن كويكب بيقرب من الارض بس ما بيصطدمش فيها او مش بيدخل المدار بتاعها، ودي يمكن تكون معلومة تطمنا شوية بان الكويكب ده مش هيسبب الدمار لكوكب الارض. وبعد حوالي 6 دقايق من المهمة الفضائية دي بيرجعوا يأكدوا لنا تاني بأن الكويكب ده مش هيصطدم بالأرض، على الرغم من أنه متصنف برضه ككويكب خطير على الأرض، بس يعتبر احنا لسه بعيد عن الخطر ده لمدة ممكن توصل لحوالي 500 سنة. وبعدها بنلاحظ ان اتبقى حوالي 11 دقيقة على الوصول للكويكب ده، اللي بنلاحظ برضه ان معالم سطحه بدأت تبان أكتر من الأول، وشكل الجمجمة البشرية الغريبة دي بدأت تظهر أكتر وأكتر، عشان بعدها نلاحظ انهم عرضوا صورة تانية اوضح للكويكب ده تم تصويرها في سنة 2020 بواسطة شخص اسمه هانك هايدمان، ولو ركزت كويس في الاسم ده فهتعرف انه نفس اسم الشخص اللي كان بيقدم برنامج مراقبة السماء اللي شفناه في الجزء اللي فات، ودي بالنسبة لي تعتبر حاجة منطقية جدا بما انه شخص مهتم بالفلك من الاساس. وبنلاحظ برضو ان في كلام مكتوب تحت بيعرفنا ان هيحصل دلوقتي انفصال للمركبة الفضائية اللي هتنزل على سطح الكويكب ده، بحيث ان هيبقى في مركبة ثابتة حوالين المدار بتاع الكويكب ده والمركبة التانية هي اللي هتبدأ تنزل عليه، وعشان كده لاحظنا ان حصل تشويش في الصورة بتاعة البث، وده معناه ان احنا دلوقتي يعتبر في مرحلة النزول على سطح الكويكب الغريب ده. بعد ما المركبة قربت أكتر من الكويكب الغريب ده بنلاقي إن وكالة الفضاء بدأت تورينا محاكاة أوضح لشكل الكويكب ده بناء على المنظر اللي هم شايفينه دلوقتي ده، وإن فعلا الظل اللي عليه بيخلي فيه شبه كبير من الجمجمة البشرية. وورونا بعدها صورة ملونة تخيلية لشكل الكويكب بشكل جمجمة بشرية ليها أسنان غريبة وفي دم بينزل من عينيه، عشان بعدها يورونا الصورة اللي قدامكم دي واللي تعتبر صورة محسنة أكتر لشكل الكويكب ده، واللي بنلاحظ إن مظهره المرعب بدأ يبقى أوضح بكتير عن الأول، عشان نلاحظ إن المركبة الفضائية دلوقتي قربت بشكل كبير من الهبوط على سطح الكويكب ده.
أظن اللي احنا شفناه دلوقتي ده يعتبر حاجة مرعبة وغير منطقية تماما. زي ما شفنا قدامنا كده، المركبة الفضائية بعد ما قربت قوي من الكويكب المرعب ده وبدأنا نشوف معالم سطحه بشكل أوضح بكتير عن الأول، والتشويش على الكاميرا بدأ يزيد بشكل غريب وكأن في حاجة على الكويكب ده بتأثر على إشارة الإرسال بتاع البث المباشر ده، اتفاجئنا كلنا بإن في باب خشبي جوه فجوة كبيرة على الكويكب ده. في حاجة غريبة وغير منطقية في الكويكب ده، ازاي في باب بالمنظر ده موجود على كويكب موجود في الفضاء من زمان بعيد جدا؟ هل ده عبارة عن جزء مفصول من مبنى او جسم غريب كان موجود في الفضاء والباب ده كان عبارة عن مدخل لمكان معين في المبنى ده، ولا ده عبارة عن كيان غريب مستقل بذاته كان موجود في الفضاء؟ أو ممكن نقول إن ده واحد من الكيانات المرعبة واللي على شكل جمجمة بشرية مرعبة كانت متجهة ناحية كوكب الأرض، أو إنه يعتبر برضه عرين لكيان غريب مجهول كان موجود ورا الباب الغريب ده. بس الأغرب والأرعب من كده إن لما المركبة نجحت فعلا إنها تنزل على سطحه، الباب فتح لوحده، عشان فجأة نلاقي إن في حاجة أو قوة غريبة رمت المركبة في الفضاء بعيد جدا عن الكويكب ده. وده يخلينا كلنا دلوقتي نتأكد ونقول إن البشر دلوقتي اكتشفوا كويكب غريب ومرعب قد يكون فعلا مكان بيسكن فيه كيان مجهول. كيان أول لما حس بإن في جسم غريب نزل على سطحه طرده ورماه في الفضاء لمسافة بعيدة جدا. وده يفهمنا إن الشيء اللي موجود ورا الباب ده يعتبر كيان قوي جدا لدرجة إنه قدر يرمي المركبة الفضائية بالطريقة الغريبة دي. بس برضه هيفضل السؤال الأهم في الموضوع ده، وهو اشمعنى الباب اللي موجود ده كان بالمنظر المعتاد بتاع الأبواب الخشبية اللي متعودين نشوفها؟ هل الكيان ده كان ليه علاقة بالبشر والصناعات بتاعتهم؟ وازاي الباب ده على الرغم من غرابة ان في باب اصلا على كويكب موجود في الفضاء كان معمول على هيئة الشكل المعروف ده؟ ده يخلينا كلنا دلوقتي نرمي احتمالات كتيرة ان الكويكب او الكيان اللي موجود على الكويكب ده ليه علاقة مباشرة بالبشر، ويمكن كمان نقول ان ده ليه علاقة بالرسالة اللي كانت مكتوبة في البث الانالوج الاخير للقناة دي، واللي قالوا فيها ان في مستقبلين تانيين، وبرضه لما قالوا ان النجوم اللي فوقنا دي عبارة عن اعين مستنية انها تفتح. وبكده نقدر نقول إن في كيان جديد مجهول هينضاف بجانب القمر والمخلوقات الغريبة دي اللي بيحاولوا يستهدفوا البشر ويؤذوهم بطرق غريبة ومرعبة. بس الأغرب والأرعب من ده كله إن بعد نزول فيديو المهمة الفضائية دي في فيديو تاني غريب نزل بعده على طول، والفيديو ده كان بعنوان NSSA 3 واللي بنسمع فيه صوته. فيديو غريب مش مفهوم اتعرض قدامنا، فيديو مش بيحتوي غير على تشويش غريب في الصوت والصورة،
واللي لاحظنا ان في صوت شبه صوت الصراخ او صوت حاجه معينه بتكرر بشكل منتظم. بصراحه في البدايه لما سمعت الصوت ده توقعت انها يمكن تكون رساله مخفيه معموله بشفره مورس، بس مفيش اي حاجه مفهومه وصلت لها لما حاولت اترجمها بالشفره دي. بس اللي لفت انتباهي غير الصوت ده هو اللوجو بتاع القناه القديم اللي كان بيظهر كل شويه بشكل مشوش، والارعب والاغرب من كده ان في حاجه مشوشه ظهرت على شكل جمجمه بشريه، واللي احنا يعتبر لسه شايفين كويكب او كائن مستقل بذاته في الفضاء بنفس الشكل المرعب ده. وده يخلينا كلنا دلوقتي نبدا نرمي كميه اسئله واحتمالات ملهاش اخر. هل الفيديو ده عباره عن رساله اتبعتت من الكيان ده للمركبه الفضائيه دي لما كانت في المهمه بتاعتهم وتم تسريبها على قناه لوكال 58؟ وبما ان الرساله كان فيها اللوجو بتاع القناه القديم، فهل ده يخلينا نتوقع ان الكيان الغريب ده له علاقه هو كمان بالاختراقات اللي كانت بتحصل على القناه دي؟ او ممكن برضه نقول ان ده كان مجرد اختراق قديم حصل بواسطه نفس المخلوقات الغريبه دي وتم عرضه على القناه بالشكل الغريب ده اللي ظهر فيه شكل الجمجمه المشوشه دي، واللي يمكن نقول ان هم كانوا بيوصلوا رساله للمشاهدين عن الكيان المرعب اللي عليه الدور انه ينضم ليهم في ايذاء البشر. بس يا ترى صوت الصراخ المشوه اللي كان شغال ده كان ليه معنى معين ولا كان بيدل على ايه بالظبط؟ هل يمكن ان الصوت ده كان عباره عن صوت الكيان الغريب ده بس بلغه خاصه بيه ومش فاهمينها، ولا ايه تفسير الصوت الغامض ده؟ كل دي تعتبر اسئله للاسف مش معروف اجابتها لحد دلوقتي. بس بما اننا خلصنا فيديو المهمه الفضائيه والفيديو الغريب اللي نزل بعده، جه دلوقتي الدور على اول فيديو في الموسم الثالث في قناه لوكال 58، وللمره دي هنشوف فيه حاجه غريبه ومرعبه. As the last glimmer of sunlight dissolves on the horizon, newborn shadows emerge to crawl, then stride, then race across a fear-hushed world. زي ما شفنا قدامنا كده وكالمعتاد القناة بدأت بشكلها الجديد وعرضت لنا جدول البرامج اللي هتتعرض في الليلة دي، واللي كان أولهم برنامج قديم متصور في سنة 1977. ولما البرنامج بدأ يشتغل وشوفنا المقدمة بتاعته فهمنا من كلام الشخص اللي بيقدم البرنامج ده واللي اسمه جاك لويد شو إن ده عبارة عن برنامج بيتكلم عن الحوادث الغامضة زي ظهور مخلوقات غريبة أو الفضائيين وغيرهم من الحاجات دي. بس اللي هيثير فضولنا أكتر من كده إن البرنامج ده متقدم في سنة 1977، وده واضح جدا من جودة الصورة والصوت بتاعت البرنامج ده، ودي برضه تعتبر من السنوات اللي القناة كانت لسه بتتعرض فيها للاختراقات الغريبة دي. فحرفيا يمكن نتوقع أي حاجة تكون محرفة في البرنامج القديم المتسجل ده اللي بيتعاد عرضه تاني على القناة دي. بس تعالوا نشوف حلقة النهاردة في البرنامج ده هتتكلم عن موضوع إيه. Mason County, West Virginia, known for its share of strange occurrences and mysteries that border on the supernatural, even the occult. The ghost stories in Mason stretch back 100 years or more, as early as its founding by missionaries. The region is home to what some call the most haunted cities in America. But there is one particular legend that modern folklorists watched arise seemingly overnight. An urban legend unique to the county, the woman in profile. A local newspaper printed the first instance of the story in 1961. But unlike other campfire tales, the woman in profile first appeared in a police blotter. Authorities in Lasker City sought a person of interest who may have been the sole witness to the murder of Hannah Birch, a student at Maple Grove University. Witnesses described a woman standing in the courtyard, looking intently into the sky at something. When approached by onlookers, the woman moved away into the shadows, her gaze still fixed upwards. Then she disappeared entirely, without a trace. زي ما شفنا وسمعنا كده الراوي اللي في البرنامج ده كان بيتكلم في الحلقة دي عن واحدة من الظواهر الغريبة والمرعبة واللي ظهرت في مقاطعة ميسون الموجودة في ولاية فيرجينيا، واللي كانت عبارة عن بنت دايما بتظهر بمنظر جانبي وبتكون واقفة في الظل في وقت غروب الشمس، ودايما بتبقى موجهة وشها للسماء، وان لما اي حد بيحاول يقرب منها تختفي وتتلاشى في الظل وكأنها ما كانتش موجودة من الأساس. بس الأغرب من كده انه قال ان أول مرة انتشر فيها الموضوع ده كان في سنة 1961 بواسطة شرطة مدينة لاسكر، ودي تعتبر نفس
المدينة اللي محطة لوكال 58 موجودة فيها. وده يخلينا دلوقتي نبدأ نقلق ونشك أكتر في العلاقة ما بين البنت الغريبة دي وظهورها أول مرة في نفس المدينة اللي محطة لوكال 58 موجودة فيها. وفهمنا برضو إن البنت الغريبة دي كانت موجودة في وقت حدوث حادثة قتل البنت اسمها هانا بيرتش، كانت واقفة بثبات في الظل في ساحة الجامعة موجهة راسها للسماء، ولما الناس حاولوا يقربوا منها تلاشت واختفت تماما بدون ما تحرك راسها. بس بعدها بيرجع يكمل قصة البنت الغريبة اللي هنعرف إنها Since that night, there have been over 24 sightings of a woman who only appears in profile, her face upturned to the sky at twilight. Witnesses say the figure has even tried to... Hey. Excuse me. Are you alright? الظاهر كده ان القناة ما سلمتش من المخلوقات المرعبة دي حتى بعد ما غيرت نوع البث بتاعها. زي ما شفنا قدامنا كده، بعد ما الراوي بدأ يتكلم عن جزئية مهمة في الحلقة واللي كان هيبدأ يقول فيها عن حاجة حصلت بوسط البنت الغريبة دي، شفنا فجأة تشويش حصل على القناة والبرنامج اتقطع عشان نلاقي ان في شريط فيديو متسجل في سنة 1996 بدأ يتعرض قدامنا. وده معناه ان بنسبة كبيرة في حد عدل على الحلقة القديمة دي وضاف المشهد المتصور اللي هيبدأ يشتغل قدامنا ده، واللي بعدها شفنا ان ده عبارة عن شخص كان بيوثق لحظة ظهور البنت الغريبة دي ذات نفسها، واللي كانت برضه واقفة في وقت غروب الشمس وبصة في اتجاه معين ناحية السماء. وبمجرد ما الشخص ده وجه إضاءة الكشاف ليها ظهر قدامنا المخلوق المشوه ده، شيء غريب مشوه وكأنه عبارة عن مخلوقين اتنين لازقين في بعض بشكل غريب، حرفيا عبارة عن مخلوق مشوه بوشين واربع رجول. وده اللي بيفسر ان المخلوق ده كان دايما بيظهر في شكل جانبي وكأنها واحدة باصة في اتجاه السماء. الناس في الاول كانوا مفكرين ان ده عبارة عن وشين، بس برروا ان المنظر ده قد يكون مجرد شكل شعرها في الظل اللي مخليهم يشوفوها انها عبارة عن وش تاني. بس الظاهر كده ان الحقيقة طلعت ارعب من كده. وفجأة بنلاحظ ان عينيها توهجت باللون الاصفر، واللي خلت الشخص اللي بيصور ده يترعب من اللي هو شايفه ده وحاول يهرب منها. بس فجأة التصوير بيتقطع قدام باب خشبي لونه ابيض، وده يخلينا نسأل سؤال غريب، ازاي في باب خشبي موجود في المكان ده مع ان كان ظاهر قدامنا عربية الشخص ده واللي تعتبر عبارة عن سكن متحرك؟ هل الباب الخشبي الابيض ده كان خاص بمبنى موجود في المكان ده، ولا بمجرد ما الشخص ده فكر يهرب من المخلوق المشوه ده ظهر الباب ده فجأة قدامه؟ هل الباب ده له علاقة بنفس الباب الخشبي اللي كان موجود في الكويكب الغريب ده ولا لا؟ ده غير ان يكون المشهد متصور في سنة 1996، فده بيفهمنا ان الكيان ده مازال موجود برضه على الرغم من ان اول اكتشاف ليه كان في سنة 1961. بس لاحظنا ان بعدها شريط الفيديو رجع للمشهد اللي المخلوق المشوه ده ظهر فيه بشكل واضح، واتكتب قدامنا الكلام الغريب ده اللي الظاهر كده من صيغة الكلام بتاعته انه مكتوب بواسطة نفس الفئة الغريبة اللي كانوا بيخترقوا البث في القناة دي. الكلام ده وضح لنا ان المفترس مش بيميز بين الضحية والشريك، وده يخلينا نفهم ان اللي قدامنا ده يعتبر من المخلوقات غير البشرية اللي تعتبر تبعهم، وانه عبارة عن مفترس بيهاجم البشر زيه زي المخلوقات الغريبة اللي شفناها قبل كده. وقد يكون قصدهم بمعنى كلمة الشريك في اللقطة دي انهم بيفهمونا ان حتى المخلوق ده يقدر يهاجم برضه البشر المتعاونين معاهم. وبرضه نقدر نقول ان الكلمة دي بتأكد لنا تاني ان فعلا في بشر متعاونين مع المخلوقات الغريبة دي، ونقدر نقول ان اللي عدل البرنامج ده وحط شريط الفيديو الغريب ده فيه يعتبر شخص بشري متعاون معاهم وموجود في وسط فريق الاعداد بتاع قناة لوكال 58. وفي النهاية الشريط انتهى بجملة غريبة واللي كانت بتقول إن السلامة في التجمع أو في الأعداد الكبيرة. جملة غريبة ومش معروف إيه النية اللي وراها بالظبط. هل هم بيحاولوا يسخروا من البشر عن طريق تقديمهم لحل يحميهم من الهجوم المرعب ده، ولا دي عبارة عن جملة حقيقية فعلا؟ بحيث إننا فهمنا إن البنت دي لما كانت بتظهر وسط تجمع من الناس وحد يحاول يقرب منها بيلاقوا إنها اختفت فجأة وتلاشت في الظل. بس المرة دي بما إن الشخص ده كان لوحده، المفترس ده واللي هو المخلوق المرعب المشوه ده قرر إنه ما يختفيش ويلاحق الشخص اللي كان بيصور ده، واللي في النهاية التصوير انتهى عند مشهد الباب الخشبي الأبيض اللي ظهر قدامه فجأة ده. فهل يا ترى الشخص المجهول اللي كان بيصور ده قدر يهرب من الكيان الغريب ده، ولا الباب الخشبي اللي ظهر قدامه فجأة ده نقله في مكان تاني، واللي يمكن نتوقع بنسبة ضعيفة إن الباب ده بينقله للكويكب الغريب اللي شفناه في الفيديو اللي فات؟
ويا ترى هل النية من عرض الشريط في الوقت ده كانت عشان يوصلوا رسالة للمشاهدين عن ان الكيان ده موجود فعلا لسه بيلاحق البشر، ولا ده كان مجرد نشر توثيق حقيقي لظهور الكيان ده في سنة 1996؟ وبكده نقدر نقول ان احنا حاليا شفنا 4 كائنات غريبة في سلسلة لوكال 58، واللي كانوا المخلوقات الغريبة دي والقمر والكواكب الغريب ده، واخيرا المخلوق المشوه اللي ليه وجهين لازقين في بعض. وفهمنا برضو ان على الرغم من ان القناة غيرت البث بتاعها، فما زال الخطر لسه موجود وبيتزايد اكتر مع مرور الوقت بدون ما حد يقدر يحط حدود للرعب اللي بيحصل ده. بكده نكون شفنا أول حلقة في الموسم الثالث في قناة لوكال 58. بس للأسف كريس ستروب اللي هو مؤلف السلسلة دي يعتبر من الناس اللي بتنزل حلقات السلسلة دي ببطء شديد جدا، بحيث ان حرفيا المدة ما بين أول حلقة في الموسم الثالث والحلقة بتاعة المهمة الفضائية دي كانت حوالي 2 سنين كاملين بحالهم، وحرفيا ده يعتبر أبطأ مني شخصيا بمراحل. بس في ملحوظة غريبة حابب أزودها لك، وهي ان الفيديوهين اللي قدامكم دول يعتبروا نزلوا في نفس اليوم والشهر اللي كانوا في يوم 1/11، بس الفرق ما بينهم كان 2 سنين. وعشان كده للأسف هقول لك في الحلقة دي ان بكده خلصنا مؤقتا سلسلة لوكال 58، وهتبقى التكملة بتاعة السلسلة دي مع نشر الحلقة الثانية في الموسم الثالث. فلو كنت وصلت لحد هنا وشفت كل حلقات السلسلة المرعبة دي، فأحب أشكرك جدا لاهتمامك بالموضوع الغريب ده، وكمان أحب أفكرك برضو إن الأحداث دي كلها تعتبر من وحي الخيال. فلو كان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشيره لأي حد مهتم بالنوعية دي من الفيديوهات الغريبة والمرعبة دي، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.